هو موضوع مبالغة الأرقام اللي بتتصرف في الأفراح عندنا احنا بس، ولا طلع عند ناس تانية كتير ويمكن أكتر مننا كمان؟ أصل بصراحة الفترة اللي فاتت الواحد بقى يعمل فرح في المستوى المناسب للمهندس نجيب ساويرس، وهنروح بعيد ليه؟ فرح أنسي ابن المهندس نجيب ساويرس نفسه، كان فرح بسيط جدا وشكله مش مصروف عليه قوي، بس الحقيقة تكلفته كانت معدية جدا، لدرجة إن تكلفته وصلت 10 مليون جنيه مصري، يعني فيما يعادل حوالي 207 ألف دولار. وتعالى في الفيديو ده اخدك لاعلى 5 افراح في التكلفة على مستوى العالم كله. في المركز الخامس هنطير وننزل على بريطانيا، فرح الامير هاري وميجل ماركل مراته. الفرح ده اتكلف حوالي 63 مليون دولار، يعني حوالي 3 مليار مصري بالتقريب، بس الموضوع ما كانش مجرد تكلفه وخلاص، لانه الفرح ده ايراداته كانت اعلى بكتير. الفرح ده دخل ايرادات للاقتصاد البريطاني فيما يعادل حوالي مليار و270 مليون دولار، منهم حوالي 382 مليون دولار دخلوا بسبب الاقتصاد اللي دخل من السياحه، لانه طبعا سياح كتير جم في الفتره دي عشان يحضروا الفرح. حوالي 64 مليون دولار كانوا بس من الهدايا اللي اشتروها السياح دول في وقت الفرح ووقت زيارتهم لانجلترا. وحضر الفرح ده من جوه حوالي 600 ضيف، بس كانوا 600 ضيف متفلترين تماما، وحوالي 2000 ضيف تاني كانوا موجودين في الحديقه الملكيه بره القصر. فستان العروسه اللي عمله اشهر ديزاينرز تحت رعايه جيفانجي لوكسري براندز، والاكسسوارات كانت من كارتييه وكانت عباره عن ذهب ابيض على الماس. الاكل اتكلف حوالي 50,000 جنيه استرليني، والورد اتكلف 110,000 جنيه استرليني. ده طبعا غير الفرق الموسيقيه اللي كانت مغطيه الفرح، وكان فيه احتفالات كبيره جدا في الوقت ده للفرح. في المركز الرابع هنفضل في بريطانيا مع العيله المالكه برضو. فرح كان في الاسره المالكه الانجليزيه لشخصيه محبوبه جدا، شخصيه ليها شهره عالميه والناس كلها كانت بتحبها، وكان ليها علاقه بواحد مصري عندنا، هي الاميره ديانا والامير تشارلز. الفرح ده كلف حوالي 115 مليون دولار، وكان سنه 1981، واتعمل في كاتدرائيه القديس بولس في لندن. واتقال على الفرح ده فيري تيل، وهي حاجه من عالم الخيال، وده لان الفرح ده كان في حته ثانيه خالص، اتفرج عليه 750 مليون شخص. الكلام ده كان من غير انترنت، يعني في وقتها ما كانش في انترنت عند كل الناس، يعني ال 750 مليون شخص دول شافوه على التلفزيون لايف. كان العروسه في وقتها كان معمول من الحرير العاجي، اتكلف حوالي 46,000 دولار في وقتها، يعني فيما يعادل من 200 ل 300,000 دولار في وقتنا الحالي. وده طبعا لانه كان تطريز يدوي بالكامل، كان متكون من 10,000 قطعه لؤلؤ حقيقي، يعني جابوا اللآلئ الطبيعيه وركبوها في الفستان كله، وطبعا اتعمل على ايد اشهر مصممين الازياء الانجليز. وتامين الفرح لوحده في الوقت ده كان مكلف حوالي 600,000 دولار. المركز الثالث كان في الهند، فرح حضروا 11,000 ضيف، وفضل مستمر 6 ايام، وتكلف 123 مليون دولار. الفرح ده كان فرح سوسانت روي وسيمانت روي، ولاد الملياردير المشهور سبراتا روي، ثروته 10 مليار دولار، وعندهم مدينه اسمها سهارا سيتي، هي مدينه هنديه، واضطروا ساعه الفرح ان هم يجددوها بشكل كامل عشان تليق بالفرح وبالضيوف اللي جايين. دول مش 200 300 واحد جايين في قاعه، دول 11,000 ضيف، واستخدموا 200 عربيه مرسيدس عشان ينقلوا الناس دي في الاماكن المختلفه والمدن اللي موجوده في الهند، و27 طياره خاصه من الشركه بتاعتهم. استخدموا حوالي 100 صنف اكل، وجابوا شيفات عالميه عشان يعملوا الاصناف دي، وقدروا في وقتها يساعدوا 150,000 شخص متشرد، وجوزوا 100 بنت في وقتها. المركز الثاني في دبي، وفرح من حكايات الف ليله وليله، الامير محمد بن زايد راشد ال مكتوم والشيخه هند بنت مكتوم. الامير محمد في وقتها كان امير دبي، والفرح كلف 137 مليون دولار. الفرح ده كان سنه 1979، وفي وقتها دبي ما كانتش مستحمله العدد اللي جاي، لان العدد كان 20,000 ضيف، وعشان كده اضطروا ان هم يبنوا مكان مخصص للفرح عشان يستوعب العدد اللي جاي. وكان في اسطول من الجمال مكون من 20 جمل كلهم محملين بالمجوهرات، وطبعا الناس كلها كانت بتتفرج على عظمه المشهد في الفرح ده. وطبعا خد المركز الاول بعد اللي حصل فيه الفرح الاغلى في التاريخ، ولسه حاصل قريب، فرح حضر فيه 2000 شخص من اكتر الشخصيات المؤثره على مستوى العالم، جيتس ومارك. فرح ابن واحد من رجال الاعمال وكيش امباني، وده مصنف الراجل رقم 11 على الكوكب كله، ثروته داخله في 112 مليار دولار. الفرح ده اتكلف 155 مليون دولار، وطبعا التكلفه دي كانت بسبب حاجات هم عملوها، زي مثلا تجديد المطار اللي جددوه بشكل كامل عشان يستقبل الضيوف اللي جايين. الفستان كان من فيرزاتشي، وده نفس الفستان اللي لبسته بيت ليفلي في حفله ميت جالا في 2022. عملوا اكتر من 700 صنف اكل، وشكل خيام الاكل لوحدها كانت تحفه فنيه. طبعا فرح زي ده كان لازم يجيبوا فيه مغني
مغني عالمي، وعشان كده جابوا ريانا اللي غنت 19 اغنيه وقفشت لها في الموضوع ده 6 مليون و300 الف دولار، يعني الاغنيه واقفه بحوالي 300 الف دولار. بس هم استغلوا الموضوع ده وافتتحوا شيلتر فانترا. الشيلتر ده هو مكان لانقاذ الحيوانات المشرده، وقدموا اكل في الفرح ده لحوالي 51 الف شخص، واستمرت الاحتفالات بتاعه الفرح ده ل3 ايام متواصله. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو وقول لي في كومنت ايه اكتر تكلفه في فرح صدمتك بجد.